جميلاتي في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده مع دكتور شيري محي الدين، اونر عيادات لابونيتا جولي. النهارده هنتكلم على حاجات لما بنعملها شعرنا بيتقصف وبيتقطم وبيحصل فيه هيشان. تعالوا نشوف ايه الممنوعات اللي المفروض ما نعملهاش عشان ما يحصلش كده في شعري. عايزين نعرف ايه الحاجات اللي المفروض ما نعملهاش عشان اطراف شعري ما تتحرقش. ليه الاطراف هي اللي بتتاثر وبتتقصف وبتتحرق؟ لانها اضعف بكتير من بدايات الشعر. يعني دايما الشعر عندي يبتدي من البصيله يبقى سميك شويه، متين شويه من عند الجذور، ويبتدي كل ما تنزلي للشافت من تحت تلاقيه بدا يبقى رفيع وبدا يبقى ضعيف. فهي دي اكتر اماكن في شعري دايما بتتقصف، بتتحرق، بتهيش. نعمل ايه عشان ده ما يحصلش، او ما نعملش ايه عشان ما نوصلش للمرحله دي؟ اول حاجه استخدام البيبيليز. استخدام البيبيليز بصفه يوميه وبصفه دايمه. دي حراره طبعا بتدوسي بيها على شعرك كل يوم كل يوم. الشعر مش هيتحمل ياخد الحراره دي، وبالتالي اكتر مكان في شعري هيتاثر ويتحرق هو الاطراف. فبليز حاولي تقنني استخدامك من البيبيليز، وانك تسيبي شعرك عادي كيرلي فتره وتعمليها على فترات متباعده جدا. ويا ريت لو نحط ماده عازله للحمايه، في مواد برشها على شعري حمايه من استخدام الحراره العاليه. تاني حاجه، الناس اللي هي بتنزل بسين كتير او مثلا سباحه او تتدرب سباحه او الكلام ده، لازم نعرف ان المواد القلويه بتحرق الشعر. ومن ضمن المواد القلويه دي الكلور المركز لما بيجي على شعرك باستمرار لازم هيحرق الاطراف. حتى لو شعرك ناعم وليس وكويس هتبصي على اطرافه من تحت هتلاقيها شايطه ومحروقه. يبقى برضو لو انا مضطره انزل البسين، او ان انا يعني ده شغلي، او انا كابتن، او انا بعوم، او الكلام ده كله، لازم احط ماده حمايه على شعري، وكمان اكفر الشعر نفسه. يعني لازم على الاطراف بالتحديد ارش ماده حمايه. لو ما عنديش مواد خالص مش عارفه اشتريها، ممكن المواد التقيله زي الفازلين شويه ماده عازله، فبيحميكي من ان الكلور يوصل بصوره مركزه. هو هيوصل بس بطريقه اخف. وانس خلصتي تمرين بتغسلي شعرك كويس جدا من الكلور. ايه كمان ممكن يأثر على شعرنا بانه يحرقه؟ الصبغه والهايلايت من الحاجات اللي هقولك ان هي اساسي في انها تحرق الشافت بتاعت الشعر، خاصه الصبغات اللي هي بتميل للفواتح قوي والبلوند والحاجات اللي فيها اكسجين عالي والحاجات اللي فيها سحب لون. اعرفي ان انت لما بتستخدمي الماتيريال اللي بنسحب بيها اللون، انا بسحب كل الغذاء من الشعره بتاعتك، بيطلع منها الغذاء كله، لان ماده السحب دي اللي هي الامونيا والاكسجين بتدخل في المضله اللي هي قلب الشعر وتاخد اللون الاساسي بتاع شعرك، ومعاه تاخد كل المغذيات. فالسهل الشعره تتقطم، تتفتت، تتحرق. فبليز حاولي تبعدي عن استخدام الصبغه والهايلايت. كمان مواد الفرد اللي مش كويسه، مواد الفرد او التمليس زي ما بيقولوها، انا قلت لكم في حلقه سابقه يا ريت تتفرجوا عليها، ان مواد الفرد اللي بتستخدم زي كريمات الفرد والحاجات القلويه بتستخدم من غير حراره. احنا بنفرح قوي ما نسمع كلمه من غير حراره، عشان احنا عارفين ضرر الحراره، فبنروح على طول انا عايزه افرد شعري بالماده دي او بالاعلان ده والكلام ده كله. الكلام ده غلط جدا جدا جدا. اهون بكتير انك تفردي شعرك بالحراره والاحماض على انك تحطي قلويات في شعرك اللي هي كريمات الفرد او مواد الفرد الكيميائيه اللي بتدخل جوه شعرك تكسر كل روابط الشعر، وبالتالي الشعر بيبقى هش وضعيف ويبان محروق، وعند بعض الناس بيتقطم خالص. فابعدي تماما عن استخدام الماتيريال دي. وكمان طرق الفرد بالبروتين اللي هو مش بروتين، المواد دي ما هيش بروتين ولا كرياتين، لان البروتين والكرياتين دي مواد مفيدة جدا للشعر وموجودة أصلا، ربنا خلقنا كلنا شعرنا فيه مواد حماية. فالمواد المستخدمة دي أحماض فعلا ولكن مش بروتين، وبالتالي برضو بتأثر على شعرك بالسلب. طيب لو أنا بقى عملت الحاجات دي كلها وشعري حاليا محروق مقصف مقطم، هعمل إيه يا دكتور عشان أعالجه؟ عايزة أقولك أول حاجة، لو الأطراف هي محروقة قوي أو فيها سبليتنج، تحسي إن الشعرة مقسومة، قصيها بليز، قصيها. هي وجودها زي عدمه، هي شعر ميت، فمش هنستفيد بيها حاجه. الاطراف دي تعالي على اكتر جزء دامج وشيليه من تحت. تاني حاجه، لازم ترطيب كويس جدا جدا لشعرك. اشتري ماسكات محترمه فيها ماتيريال عاليه
عشان تبتدي ترطب الشعر، فتمنع الجفاف والهيشان اللي بيخليه يتفرفط ويتقطع والكلام ده كله. لو الموضوع دامج بقى قوي، يعني انت شايفه ان شعرك خلاص متدمر وانا عملت فيه حاجات كتير وفعلا بقى الشعر محروق حرفيا، فبليز انت مضطره تعملي جلسات ترطيب في العيادات، وتعملي جلسات تغذيه وترطيب عميق في العياده، علشان بيتحط لك ماتيريال مهمه جدا، مواد مهمه جدا بتتحط علشان تبني شعرك من جديد، اسمها بوند بيلدينج هير، يعني بناء للروابط اللي اتحرقت في شعرك دي وخلته يهيش ويتفرفط من جديد. فالماتيريال دي بروفيشنال يوز، يعني بتستخدم عن طريق الطبيب، فبليز تروحي تعملي شعرك. الجلسات دي ما فيهاش فرد، ما فيهاش حراره، ما فيهاش ان انا شعري يبقى بلوك جميل ومفروض خالص، ما فيهاش حته تجميليه، ولكن فيها حته طبيه انت محتاجاها مع العنايه اليوميه بشعرك في البيت. اتمنى تكوني عرفتي ايه الحاجات اللي ما تعمليهاش ابدا مهما كان السبب، عشان شعرك ما يوصلش لمرحله الاطراف المحروقه والاطراف المشققه وانه بيتفرفط ويقع والكلام ده كله. بليز حاولي تسمعي كل الممنوعات دي وتمتنعي عنها تماما. واشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير مع دكتور شيري محي الدين.